حتى الآن وفي القرن 21 تشوف منشورات مضحكة وسخيفة وتافهة، وأيضا في أقوال من ناس تلاقيهم بالحياة الواقعية في منطقة الشرق الأوسط، في رجال لا يزالون يكتبون إن هم محبطين لأن زوجاتهم بس يبون بنات وهم يبون خلفة أولاد. وهذا الشيء مضحك جدا على فكرة يعني، وفي بعضهم يفكرون إن حتى يتزوجون عليهم أو يطلقونهم بس مو قادرين شلون يفاتحونهم بالموضوع، رغم إن الناس العادية والطبيعية ترد عليهم بهذا الشيء إن يا أخي مو المرأة هي المسؤولة عن تحديد جنس الجنين، وإنما هو أنت. ما راح أقول إنه هو الرجل بالضبط، ولكن هي أشياء بالصدفة. الحيوان المنوي إذا كان إكس ولا إذا كان واي هو الذي راح يحدد من راح يكون الجنين حسب تلقيح هذا الإكس أو الواي للبويضة اللي هي دائما تكون إكس. راح أوضحها لكم الحين عشان تفهمونها أكثر. أنا أدري أنكم فاهمين الموضوع، ولكن مجرد التذكير. هذه المرأة خلاياها إكس إكس، دائما إكس إكس. طبعا إحنا الرجل إكس واي خلاياه. فإذا في أثناء الانقسام، أثناء في التكاثر، المرأة البويضة منها تطلع إكس، دائما تطلع إكس، ما لها مجال. يعني الرجل يا إما إكس يا إما واي الحيوان المنوي. فإذا طلع هني إكس مثلا وتلقيح الإكس مع الإكس يطلع لنا بنت إكس إكس. بالعكس إذا كان في ولد راح يطلع لنا المرأة دائما بويضتها تطلع إكس في الانقسام. الرجل الحيوان المنوي في الانقسام لنفرض إنه كان طبعا يطلع في إكس وواي، بس إذا نجح هذا الواي في تلقيح هذه الإكس البويضة إذا يطلع لنا ولد هو إكس واي. فهذا شيء معروف، يعني إنك أنت ما راح أوضح هالشيء، هذا الشيء معروف، ولكن إنك تشوف ناس للحين مو فاهمين هالموضوع شيء مضحك. لكن الأدهى والأمر راح أقول لكم إياه، إن في أطباء يا جماعة، أطباء دارسين طب ويمارسون الطب، وأيضا زعلانين إن نسائهم يبون فقط بنات، وكأن كل المسؤولية ملقاة على هذه المرأة، مع أن الأشياء كلها هذه by accident. صح؟ حتى التشوهات الخلقية by accident أكثرها، يعني بالصدفة. فأنت دارس طب، يعني أنتوا تضحكون، لكن أنا أقول لكم، أنا أذكر لما كنت في الكويت في دكتور نساء ولادة، يعني دكتور نساء ولادة كان تو جاي من الزمالة، يعني بس طبعا ساقط فيه، أنتوا عارفين، يعني لأنهم يدرسون شيء لكن مو مقتنعين فيه ولا يطبقونه صح، بس يحفظون الظاهر. فقاعد يقول أنا خلاص مليت، كل زوجتي تجيب بنات. فقاعد نقول له إحنا يعني أنت اللي مسؤول. قال لا، ما هي ممكن إن هي تقتل الحيوانات المنوية اللي هي واي أثناء التلقيح. هذا الطبيب أيضا عقب 3 بنات كان مو راضي يشيل بنته الثالثة وزعلان وما يحاكي زوجته أصلا. يعني أبيكم تعرفون شلون إنه شنو هذا المخ اللي يدرس فقط الظاهر عشان مصلحته وعشان البرستيج وعشان الفلوس وعشان يقدر يعالج المرضى، لكنه هو قاعد يعالج مخ الغبي اللي فيه رواسب، اللي يبي يثبت إن المسؤولية ملقاة فقط على المرأة لما يبي ولد أو بنت. يا أخي لوم نفسك على الأقل، يعني ولا تلوم هذه المرأة أو لا تلوم أحد، لأن هالأشياء كلها بالصدفة مثل ما قلنا. شيء المضحك إن هذا الطبيب أيضا مفروض يعرف إن الولد مجرد وجود الواي كروموسوم هذا فيه نوع من الضعف في الجنين. الواي كروموسوم يحمل الكثير من التشوهات الخلقية والتشوهات العقلية أيضا في الجنين، وأكثر الإجهاضات تكون أولاد على فكرة. يعني وإنه يعني لما تفكر فيها حتى في أوقات المجاعات يكون أكثر الأحيان أيضا الأجنة أو الأطفال اللي يولدون يكونون إناث وليس ذكور، لأن التطور والإيفوليوشن يبي هذولي اللي هو الجنس الأقوى اللي هو يحمل الجنين، اللي هو يكمل مسيرة الجنس البشري، يكون هو أقوى، يعني ولا الفرصة وحتى المشيمة تعطي دم أكثر وتغذية أكثر لما يكون المولود هو إكس إكس اللي هو أو الجنين تكون بنت وليس ولد. ومو إنه ضد الذكور، ولكن بس لمعرفة إن الإكس إكس هو أقوى من الإكس واي في أشياء كثيرة، في مراحل كثيرة من الحياة. مو معنى هذا إنه أفضل، ولكن يعني تكوينيا هو له فرصة أفضل في الحياة، وأيضا في إنه ما يكون في تشوهات خلقية أو congenital abnormality إحنا نقول.
المثير للسخرية والمحزن أن البعض أو الكثير حتى من الناس وحتى أطباء اللي يحاولون أن يتحكمون في جنس المولود عن طريق يعني ادفانسز في الاي في اف في الاطفال الاختبار او الاكسي مثلا. هذول بعضهم ينتهون باولاد صحيح، لكن هذه الاولاد يكونون في عندهم تشوهات عقليه. يمكن هذه التشوهات العقليه ما تبين حتى بالكروموسومات، ولكنها تبين بعدين مثل درجات كبيره من الاوتيزم او درجات كبيره من الاي دي اتش دي، البيرسوناليتي ديس اوردر، اشياء كثيره يعني ما راح تبين بالسونار ولا بالكروموسومات وتبين بعدين. ففي بعض الأحيان الإنسان فعلا يسعى إلى شيء شر له، هو أنه يتحكم في